بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. ده فيديو روتيني كده عند حماتي علشان البيات الشتوي. فقلنا بقى ايه يعني، امس عليكم اصبح عليكم ايا كان اللي بيشوف الفيديو ايه يخش كده وايه ويسيب لنا كومنت حلو ويسمي بالله ويصلي على النبي ويذكر الله فيه كده. تمام. واللي بيشوف قناتي لاول مره وعجبته انا وسلفتي في المطبخ يخش ويشترك وما يستناش بلايك حلو منه وكومنت. هنا بقى يا حلوين بنعمل ايه؟ بنعمل روتين عند حماتي. انا كان عليا الدور او عليا الاسبوع ايا كان بتسموه. فكانت طبعا الدنيا ايه شتت او بردت، فلازم نركب لها ايه ستاير. هي كانت تعبت برضو، فلازم ايه نشتلها، ما هي زي امنا برضو او هي امنا التانية. يعني مش بقولك الناس بيبقى لها امين. المهم هي عملنا لها الايه الاوضه. كان عليا الدور، فقلت بقى طالما هي تعبانه لازم الواحد يعني يعمل اللي عليه والباقي على ربنا وما يستناش الاجر من حد. المهم هنا بقى ركبت لها الستاير وحاولت امسح المروحه لان هي تحتها فاضي. هي لو تحت السرير، لو هي فوق السرير على طول كنت طلعت، كنت وقفت على السرير ومسحتها بايه بخلقه ويعني بليتها اي حاجه ومسحتها حلو. انما انا مسحتها على قد ما قدرت يعني، وهتشوفوا شكلها في الاخر. وهنا برضو المواسير حبيت امسحها لان النوعيه دي بتبقى بتنطر صدى كده. فعلشان برضو الستاير ما تتعكش او يجرى لها حاجه، حبيت ان انا امسح المواسير علشان النظافه يبقى من كله. تمام كده. تمام. وهنا بقى ركبنا جهة من الستاير والتانية ديت بركبها لان كل نوع ستاير شكل. فانا ركبت اللي هو ورا المخدات على طول او تحت دماغها، يعني الستاير اللي ورا دماغها على طول. ودي الستاير اللي جنب السرير اللي انا واقفة عليه ده دلوقتي. وغلبوني احسن اقول ايه، يعني غلبوني غلبوني. فيعني اكراما لتعبي وربنا يجازيكم خير. ما تنسونيش بقى في لايك حلو كده وكومنت وتشيروا الفيديو علشان نحقق شروط اليوتيوب، عشان نوصل لل1000 مشترك وعلشان نحقق ال4000 ساعة مشاهدة. ده فضلا وليس امرا. واللي عندها برضه يعني حما ما تبخلش عليها بحاجة. اولا الشغل بيجدد الصحة وربنا بيرزقنا صحتنا علشان خاطر زي المال كده. بيدينا المال ننفقه او نصرفه في حاجة مفيدة، ونصحها برضو عشان نستخدمها في حاجة مفيدة لنا عشان هنتحاسب عليه. هنا بقى قلنا طبعا بما اننا بننظف وننفض ونعمل كل حاجة، نفرش السرير ونفرش دفاية حلوة كده علشان ده كله يدفيه. فهنا يعني بحاول ان انا اظبط الملاية علشان السرير ده عليه كل هي ما بتيجي نازلة يعني بحكم سنها بتاخد معاها الملاية وهي نازلة. فانا بحاول اظبطها علشان اما تيجي تنزل ما تتدلاش على الارض او ما تنزلش خالص على الارض. فهنا برضو جبنا الدفاية التايجر الجميلة دي القمراية الحلوة دي وقلنا نفرشها عشان تدفيه لان هي كان صدرها تعبان. فربنا يشفيها ويشفي كل مريض اللهم امين. ادعوا لها هي وكل المسلمين، اللهم شفاء لا يغادر سقما هي وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم امين. هنا بقى ظبطنا اللي الدفايه وتمام التمام وظبطنا الدنيا وخليناها متفل و14. بس هنشتغل بقى القيسه اللي بره ديت. انا معرفش انتوا شفتوها او ما شفتهاش. يعني هو الفيديو اتقص منه كتير او راح منه كتير ما تصورش. المهم القيسه يمكن لمحتوها كده من باب الاوضه من بره. هشتلها رخرة وكده ظبطت لها السرير اهوت وفرشته وفرشت الستاير او علقت الستاير زي ما بيقولوا وخليته تمام التمام علشان تبقوا شاهدين وشايفين كل حاجه. تمام. تمام. هنا بقى بعد ده كله هنظبط الدنيا وانا بوريكم يعني المنظر الاخير للاوضه والفرش علشان
يبقى كل حاجة على ايه، على عينك يا تاجر. ودي المروحة اهو، قلت لكم انا همسحها على قد ما اقدر، ومسحتها ووفيت بوعدي. وهنا بقى القيسة كنت اشتلتها وكنست تحتها. يعني اقول لكم ايه، احنا 5 في البيت، بس في ناس بتستلم اسبوع وناس ما بتستلمش، وساعات في ناس بتكنس وناس ما بتكنسش. المهم اشتلتها وكنست من تحتها. اقول لكم ايه، يلا. المهم فردناها انا وسلفتي، إيه، ام احمد، وجبنا الخرطوم كده، وحطينا عليها كلور ببتاع باريال، وغسلناها غسله تمام. حتى ما افتكرتش الا بعد ما ما اتغسل الدور الاولاني ده، القياس اللي فوق، واحنا بنشطفه بقى كده. فبتقول لي مش هتصوري يا ولاد؟ بقول من الحق هات يا ابني هنصور. يعني هو ما كانش السرير والقيسه دي ما كانش ورا بعض. يعني بقينا اخر النهار، قلت لها يلا نعمل القيسه دي، لان كنت هصبح اروح عند اختي في مشوار. قالت ماشي. فصورنا بقى بعد ما غسلنا الوش الاولاني وانا بشطفه كده، ورجعنا لفيته وبرمته رول كده، ودخلته تحت الدش جوه في الحمام. فتحت عليه الدش من فوق والخرطوم معايا من تحت من بره. وهنا بقى كانت سلفتي برضو بتغسل القياس من اول وش الاولاني ده او اول دور. حاطين برضو عليه الكلور والاريال، وبنغسله. اصل حماتي لو هي ما شافتش يوم ده بعينها، لان بتبقى تقول انتوا بتغسلوه بميه كده وخلاص. فخليكم شاهدين اهو، يعني الصابون عليه قد ايه والرغاوه باينه قد ايه. المهم هي بقى غسلت البتاع ده برضو، ونفس الحكاية عملته رول كده، وهندخله برضو تحت الدش جوه. وبالمناسبة كنت برضو في أرضية أوضتها، كنت فرشتها الأرضية برضو، فرشت لها عندها شريطين من اللي هما القياس، فرشتهم لها في الأوضة عشان الأوضة تدفى. وهنا بقى كنا بنمسح الصالة والبرندة وبير السلم كده. طبعا المية اللي احنا غسلنا بها لازم نطلعها، وفي نفس الوقت نمسح الأرضية علشان ننضفها بقى من إن كان فيها تراب أو فيها حاجة، عشان القيسة دي هتنشف. وفرشوها، لأن أنا زي ما قلت لكم رحت عند أختي تاني يوم مشوار، وسلفتي بقى اللي هي أم محمد، مش أم أحمد اللي عملت معايا، أم محمد اللي استلم الأسبوع، جابت القيسة وفرشتها وفرشت الموكيت. طبعا انا ما كنتش موجودة عشان اصور لكم المنظر الاخير، يعني الفرش والكلام من ده. وبعد ما مسحنا كله، مسحت طبعا الحمام والمطبخ، وخليتهم مود فل 14. اللي بتيجي تسلم بتسلم نظيف. وطبعا مش كلنا كده، مش كلنا بنسلم. انا مش بقول عشان ان انا بصور او عشان ان انا بعمل، لا، ده حق ربنا يعني. وربنا على ما اقول شهيد. ف احنا بنسلم بعض نظيف. هنا بقى كانت الصاله قربت تنشف، لان كنا مشغلين المروحه على الاخر زي ما انتم شفتوا كده. وبقول لكم انا كنت اهو فرشت لها الاوضه زي ما انتم شايفين كده، علشان برضو تدفيه. وبقيت اقول لو اعرف اطول المروحه بتاع السقف كمان كنت مسحتها لها، انما انا مش عارفه اطولها، لان لازم اطلع على حاجه. وبصراحه يعني انا بيبقى عندي فوبيا من المرتفعات او من الحاجات العاليه دي. مش فوبيا، يعني بخاف ان انا اقع اتكسر او يجرى حاجه. المهم هنا بقى كنا مسحنا الميه خالص، يعني كلها بيرستل ما هي، وشايفين